لما بتفارق حد أو بيقرر هو يفارقك، أنت ما بتتألمش نتيجة فراقه، ما بتبكيش عليه هو ولا بتحزن لغيابه اللي بقى محسوم وانتهى منه بجرة ألم. أنت في الحقيقة بتبكي على شوية الحب اللي جواك وما تقدروش، بتتوجع على حبة الأيام اللي خلصوا من عمرك على حد ما كانش يستاهل لحظة تضيعها عشانه. أنت بتحزن على كلمة بحبك اللي عاشت جواك وتمشت في شريانك وعدت على عقلك ورسمت إحساسها في قلبك وقطعت مشوار طويل لحد روحك. وبعد كل ده خرجت لإنسان ما قدرهاش. أنت بتتألم لنزاهة قلبك وإخلاص مشاعرك، بتحزن عشان ألف وألف سؤال بيدور جواك. بتسأل نفسك، هو أنا قصرت معاه في إيه؟ إيه اللي حصل؟ عملت إيه عشان يكون ده جزائي؟ إيه اللي حصل للهجر والغدر ده؟ إيه القشة اللي قسمت الظهر وكسرت كل اللي بنيته من عمري وهدمه هو في لحظة؟ طيب العيب فيا ولا في طيبتي ولا سذاجتي ولا عشان دايما بسامح ولا في عدم تقديره؟ انت ما بتزعلش لرحيل حد ولا فراقه، انت بتحزن للعمر اللي اتهلك والمشاعر اللي انت استهلكتها على انسان كنت اقل مكان ومكانة بالنسبة له. بس عايز اقول لك، اسند نفسك، محدش دايم لحد، والمشاعر بتتغير لو القلوب مش متعشقة بجد، والجدار بيتهد لو الأرض رخوة مش صلبة وثابتة لأبعد حد. قوم وكمل وعيش حياتك، سيبك من اللي راح وفرقك، بص على اللي جاي وابتسم له. دمتم بخير.